هل حصل لك هذا الموقف قبل كده؟ قولي لي انت هل حصل وقعتي في هذا المأزق الاختيار بين قرارين الاثنين هيوصلوكي لنفس الهدف ومش عارفه مين فيهم انسب ليك او مين فيهم هيبسطك اكتر؟ معاكي هبه فوزي NLP لايف كوتش، بحكي لك حكايتي وازاي عرفت القرار الصح عشان ما تقعيش في المأزق ده. شكرا. الجيم بتاعي اللي كنت بروحه دايما ومتعوده عليه جنب الشغل، ده كان اوقع بالنسبه لي لما كنت بشتغل. انا بصحى بدري اروح الجيم ومن الجيم اطلع الشغل. اول ما استقلت محتاره ايه السيستم الجديد اللي المفروض احطه عشان افضل محافظه على الهدف. اشترك الجيم جنب البيت اطلع مخصوص عشان اروحه ولا اجيب ادوات واتمرن في البيت؟ وبعد التفكير قررت ان انا اتدرب في البيت اوفر وجبت ادوات كتير، صرفت فلوس اكتر. كانت الصدمه اتدرب يوم 10 مع اني واحده في العموم محافظه على ممارسه الرياضه. وهنا رنت في دماغي المقوله الشهيره الاهم من الوصول والاستمتاع بالرحله. فعلا عن تجربه نشوه الوصول للهدف تبقى لحظه، لكن دايما الاستمتاع بالرحله دي لحظات طويله كتيره جدا. وانك تسعي لهدفك مش اسهل حاجه، عمرها ما كانت اسهل حاجه. بالتالي لازم تكون ممتعه بالنسبه لك على قد ما تقدري عشان تكملي وتوصلي لهدفك. وهنا افتكرت ان اللي انا بعمله ده مش منسجم مع قيمي العليا. ففهمت ليه؟ لان التنوع اهدى الكور فاليو المهم عندي. كان بيخلي التدريب بالنسبه لي ممل لاني ما بشوفش ناس جديده وبتدرب نفس التدريبات كل يوم. اما بروح الجيم ناس جديده، كلاسز في الجيم بتبقى متنوعه، ده لوحده بيسري القيمه العليا بتاعت التنوع بتاعي. واشتركت في الجيم فدايما حافظي الخطه بتاعه الوصول لاهدافك ومنسجمه جدا مع الفاليو بتاعتك. لو مش عارفه قيمك العليا، كورس نسختك الحقيقيه تتعرفي على نفسك ايه هي قيمك العليا. مستنيه ايه؟ بعتيلي مهتمه انا بعت لك التفاصيل. بس خلاص.